السلام عليكم أعزائي طلبة وطالبات وأولياء أمور الصف الأول الثانوي. إن شاء الله نبدأ مع بعض شرح قاعدة الوحدة التاسعة بالكامل. طيب، عاوز أفكرك إن بإذن الله السنة الجاية هيكون عندك منصة كاملة موجود فيها شرح كامل لمادة اللغة الإنجليزية. ده طبعا خاص بيه طلاب أولى ثانوي اللي هي رايحة تانية ثانوي للبكالوريا. طيب، هنبدأ دلوقتي شرح الوحدة التاسعة بالكامل. القاعدة بتاعتها بتتكلم عن زمن المضارع التام. المضارع التام اللي هو البريزنت بيرفكت. هنبدأ نفهم كل حاجة عن الزمن ده، وإن شاء الله تطلع من الفيديو ده قادر تحل أي سؤال. طيب، الأول كده خليني أعرفك إيه هو المضارع التام. بص يا سيدي، المضارع التام ده هو حاجة حصلت في الماضي ولكن لسه ليها أثر في الحاضر. عشان كده أنت بتترجمه ماضي. يعني تقول مثلا أحمد لعب الكرة. ترجمة المضارع التام زي ترجمة الماضي بالظبط. أترجمها لعب، أكل، ولكن الفرق إن لعب الكرة وتعبان دلوقتي من لعب الكرة. أكل الأكلة وبطنه تعبان دلوقتي. يعني إيه؟ يعني حاجة حصلت في الماضي لها أثر في الحاضر. فنقدر نقول كده إن المضارع التام ده لازم يكون له علاقة، ركز كده معايا، بالحاضر. عشان كده يسموه مضارع لكنه حصل في الماضي. يعني يا مستر لسه خلصان؟ لسه خلصان. حاجة لسه مسمعة دلوقتي، أو حاجة بدأت زمان ولسه مكملة. خلاص كده؟ يبقى أنا عايز أقول لك على حاجة. المضارع التام ده لما تيجي تترجمه بتترجمه كأنه ماضي، ولكن خلي بالك إن الكلمات الدالة عليه بقى هتكون كلها مثلا اوريدي، بالفعل، يعني حاجة لسه خلصان. كلمات تدل على إن الحدث ده يعني مسمع دلوقتي. الحدث ده له علاقة بدلوقتي. إيه هو حصل في الماضي ولكن له علاقة بدلوقتي. طيب، تعالى بقى نعرف بيتكون من إيه المضارع التام، سواء كان معلوم ولا مجهول. كلمات اللي بتدل على الزمن ده، والتركات المهمة جدا واللي هتشوفها معايا في الورقة دي، وهتعرفك تحل أي سؤال على المضارع التام إن شاء الله. ابدأ بقى معايا بأول حاجة، تكوين الزمن. احنا اتفقنا ان عندنا اي جمله او اي جمله في الانجليش في منها اثبات ونفي وسؤال. الكلام مش هيتغير. طيب، الاثبات الحاجه حصلت، النفي الحاجه ما حصلتش، السؤال بسال بقى يا اما اقول هل الحاجه حصلت او ليه الحاجه حصلت. يعني سؤال بفعل مساعد او اداه استفهام. طيب، ندخل في الموضوع على طول. اول جمله عندي وهي جمله الاكتف، اللي هي جمله يا رجاله جمله المعلوم. المبني المعلوم ده، واحنا اتفقنا قبل كده ان الجمله هنا هتبدا بفاعل. بس خليني اقول لك المضارع البسيط ده او المضارع التام بيتكون من have أو has زائد الفعل في التصريف الثالث. أهم حاجة ركز معايا، الفعل عندك هيكون في التصريف الثالث. ده باختصار تكوين المضارع التام في المبني للمعلوم، ولازم تحفظه. have أو has زائد الفعل في التصريف الثالث. طيب، have و has دي أنت عارفها. طب الفعل في التصريف الثالث قلنا يا إما يكون آخره ed، يا إما يكون فعل غير منتظم، مثلا go، went. في المضارع التام أنا عايز gone اللي هو التصريف الثالث، خلي بالك. تمام كده؟ يبقى تاني has و have وتصريف ثالث. طيب، في طالب مش عارف امتى يستخدم هاز وامتى يستخدم هاف ولا اي حاجه. هاز لو كان الفعل اللي قبل النقط مفرد، وهاف لو كان الفعل بتاعك جمع. واحنا عارفين بقى اي وي يو زي اي اسم جمع، هاف تصريف ثالث. طيب، هي شي ات اسم مفرد، هاز تصريف ثالث. وخليني افكرك ان هاف وهاز في المضارع التام ما لهمش ترجمه. يعني ايه يا مستر؟ يعني لما اقول لك هاف ايتن دي معناها اكلا. طب فين هاف؟ ولا لها اي علاقه ولا لها اي ترجمه، هي جايه كفعل مساعد بس. تمام كده؟ تمام. اديني مثال. بص يا سيدي، الجمله دي هنا بيقول لك we have written an email. حد بيقول لي يا مستر خلاص انا عرفت الزمن ده ايه هو. الزمن هنا انه مضارع تام. ليه؟ عشان have وراه تصريف ثالث. هقول لك برافو عليك. طب الجمله دي معلوم ولا مجهول؟ معلوم. يبقى we have تصريف ثالث جمله معلوم. طب افهم ايه من الجمله دي؟ احنا كتبنا الايميل، بس ممكن يكون مثلا الايميل ده لسه موجود معانا، او الايميل مثلا لسه باعتينه حالا. خلاص. وبالتالي لازم تبقى فاهم ان المضارع التام ده حاجه حصلت في الماضي ولكن ليها علاقه بالحاضر. طيب، دي كده جمله المعلوم في الاثبات، هاف او هاز وتصريف ثالث. سامع حد بيقول لي طب النفي؟ ما هي سهله جدا. انت عندك هنا هاف وهاز، لما تيجي تنفي هتحط لها ان ابو تي، فتبقى هافنت او هازنت. انت بتنفي الفعل المساعد. طب لو عايز اسال، ما انا عندي هاز وهاف فعل مساعد، هبدا بيه في السؤال، فيبقى هاف فاعل تصريف ثالث، هاز فاعل تصريف ثالث. نطلع هنا بنقطه مهمه جدا، ان دايما اي جمله هيكون فيها هاز او هاف عايز وراها فعل بيجي في التصريف الثالث. ده المضارع التام كجمله معلوم. طب جمله مجهول ولا اي حاجه، سهله جدا. عشان تفهم المجهول لازم تحفظ المعلوم كويس، اللي هو هاز وهاف تصريف ثالث. طب في المجهول بتحط في النص هنا بس كلمة بين أو بن، النطقين صح. النطقين صح. فنبدأ كده نشوف جملة المجهول مع بعض. بص يا سيدي، أولا احنا اتفقنا إن أي جملة مجهول الجملة هتبدأ بالمفعول. يعني إيه مفعول؟ يعني الكلمة اللي في الأول دي مش قادرة تعمل الفعل، خلي بالك. الكلمة اللي جاية في الأول ما تقدرش تعمل الفعل. لا، هنا كنا بنقول we have written an email، يعني هنا بنقول إيه؟ إن إحنا كتبنا الإيميل.
طب لو الجملة بادئة بالإيميل، هو الإيميل بيكتب؟ لا، ده بيتكتب، وبالتالي دي جملة مجهول. يبقى أول حاجة جملة المجهول لازم تبدأ بالمفعول. طيب في المضارع التام المجهول هو عبارة عن have أو has، وأهم حاجة بقى تقول لي زائد been دخلت في النص أهي، برضه زائد تصريف تالت، وده سهلة جدا. يعني كل اللي عملناه إن إحنا زودنا been في النص. الفرق بين المعلوم والمجهول في التكوين: المعلوم has و have تصريف تالت، المجهول have has been تصريف تالت. بتحط بس بين في النص. احفظ معايا دلوقتي علشان بقى خلاص انت دلوقتي في الوحده التاسعه، ان شاء الله بعد العيد تلاقي نفسك كده ايه داخل على الوحده العاشره، والامور تبقى اكتر يعني واسهل بالنسبه لك. طيب تاني وبالراحه: جمله المعلوم has وهاف تصريف ثالث، المجهول بتاعها has وهاف بنحط في النص بن وبعدين تصريف ثالث برضه. طيب الفرق ان دي بتبدا بمفعول دي بتبدا بفاعل. طب ناخد مثال على المجهول كده بسرعه. قلنا هنا ان ايميل، انت حطيت عينك على الكلمه دي وقلت لي يا مستر الايميل ده مش هيعرف يكتب، وبالتالي دي جمله باسيف مجهول. طيب مجهول يعني تجيب هاف تصريف تالت برضه وتحطه في النص بين. يبقى خلي بالك الفرق بين المجهول والمعلوم انك بتزود بين او بين في النص. طب معنى الترجمه ان الايميل تمت كتابته، كتب بواسطه احمد. خلاص كده. طب النفي بتاعه نفس اللعبه، هتقول haven't و hasn't. طب السؤال هتسأل بهاز وهاف ولكن هيجي وراهم مفعول به. طيب انت كده يا باشا خلصت معلوم ومجهول، وعرفت الزمن ده بيتكون من ايه في النفي والاثبات والسؤال، والمجهول بتاعه بكل بساطه في دقيقتين. احفظ الكلام ده كويس جدا عشان ترتاح بعد كده. طيب نيجي بقى على اهم جزئيه في المضارع التام واللي بتلخبط طلاب كتير، ولكن ان شاء الله هتلاقيني عاملها لك بطريقه سهله جدا. ايه الجزئيه دي؟ الكلمات التي تدل على المضارع التام. ركز بقى معايا يا سيدي. طيب الكلمات دي احنا هنا مش عايزينها عشان نعرف الزمن بس، لا، كلمات المضارع التام هي لها مكان لازم تعرفه ولها استخدام لازم تعرفه. فهتلاقيني مقسمها لك. كلمة already لوحدها، طيب المطلوب منك تعرف بتيجي في جملة مثبتة ولا منفية ومكانها فين. طيب already معناها بالفعل. أول ملحوظة بيقول لك تأتي بين have و has والتصريف الثالث، ده أول مكان ليها. يعني يا مستر أقول مثلا كنا بنقول هناك has written، هتيجي هنا تقول إيه؟ has already written، يعني نحن بالفعل كتبنا الايميل. تمام كده. يبقى اول حاجه مكان اوريدي ما بين هاز وهاف والتصريف الثالث، بين هاز والتصريف الثالث. طيب انا عايز افهم بالمثال. هنا بقول لك ان علي هاز اوريدي ميد، ده كده زمن مضارع تام. عرفت منين؟ من حاجتين: الحاجه الاولى هاز مع تصريف ثالث، واللي ياكد لك كلمه اوريدي اللي جايه في النص. طب معنى الجمله دي ايه؟ يعني الجمله ان علي بالفعل رتب سريره، لسه مرتبه حالا يعني. طيب تاني مكان ليها ودي مهمة جدا خلي بالك، إن اوريدي ممكن تأتي في نهاية الجملة المثبتة عادي جدا. يعني جملة عادية بدل ما تيجي في النص ما بين هاز وهاف والتصريف الثالث تيجي لك في نهاية الجملة. مثلا تقول إن علي has finished his homework already. لاحظ كده إن جت في الآخر ولا أي حاجة. يبقى هي بتيجي ما بين هاز وهاف والتصريف الثالث، وبرضه ممكن تشوفها في آخر الجملة. تعال بقى على أهم حتة، ودي اللي بتلخبط الطلاب واللي بتيجي في الامتحانات. الحتة الأخيرة دي رقم 3. مالها دي يا رجالة؟ قال لك هنا ان already تأتي أيضا في نهاية السؤال للدهشة والتعجب. يعني إيه؟ يعني لازم يكون في دهشة وتعجب، غير كده ما ينفعش، لأن أصلا اللي بتيجي في نهاية السؤال هي كلمة yet، ولكن already مسموح لها تيجي إمتى؟ لو في دهشة وتعجب. هتقول لي طب وأنا هعرف الدهشة والتعجب منين؟ جايب لك الكلمات أهي. لما تشوف كلمة amazing بعد علامة الاستفهام، عادة يعني عادة لما تلاقي السؤال خلصان وبدأ هو يكمل لك بتعبير هنا هيبقى تعبير دهشة، وبالتالي تختار already مش yet، لأن yet شرطها تيجي في نهاية السؤال بس ما يكونش دهشة. الدهشة والتعجب يبقى على طول already. فأنت لما تشوف amazing، يعني أنا هنا بقول لك إيه؟ هل علي خلص واجبه بالفعل؟ رائع، معنى كده إنه خلص. تمام، يبقى لازم هنا نستخدم already. لما أقول لك how fast يعني يا للسرعة، ده رهيب، يبقى برضو كده خلص. يبقى دي الكلمات دي ممكن تشوفها عندك في الكتاب. I can't believe، أنا مش قادر أصدق، يبقى أنا كده مش بسأل، أنا كده بستعجب. فالدهشة والاستعجاب تستخدم already في آخر السؤال. واضحة كده؟ هسألك سؤال بقى، إمتى already بتيجي في آخر السؤال؟ برافو عليك، لما أشوف كلمة من كلمات الدهشة والاستعجاب. طيب بعد كده هنكمل مع بعض تاني كلمة وهي كلمة just. خلي بالك مهم جدا الكلمات الدالة في المضارع التام. just زي already بالظبط، أول حاجة بتيجي في الجملة المثبتة، بتيجي في الجملة المثبتة، و already برضه بتيجي في الجملة المثبتة، ما تجيش في الجملة المنفية. نفس الكلام just ما تجيش في الجملة المنفية، واسمها حالا يعني بتدل على إن الحدث ده لسه حاصل. طيب بتيجي فين في الجملة؟ زي already تأتي ما بين have و has والتصريف التالت، والمثال عندك أهو has just made. واضحة كده؟ طيب يبقى يعني just زي already بالظبط. أهم حاجة مش هتشوفها في النفي، يعني لما تشوف نفي استبعد الاتنين. طيب بس خلي بالك من حاجة مهمة جدا وبتلخبط الطالب الشاطر. ايه هي؟ عندي كلمة تانية غير just دي خالص اسمها
just now على بعضها كده. يعني يا مستر أنت عايز تقول لي إن أنا لما أشوف just now ما أفكرش في مضارع تام؟ لأ. ليه؟ لأن just now دي كلمة لوحدها بتدل على الماضي البسيط، بتدل على الماضي البسيط. تاني وبالراحة، just لوحدها مضارع تام، just now ماضي بسيط. طيب تعال نشوف مثال على الكلام ده. بيقول لك هنا جانا finished her homework just now. لاحظ هنا ان في كلمة just now. اوعى بقى تقول لي هنا مثلا has finished، غلط. هنا استخدم ماضي بسيط. ليه؟ لان just now غير just. ركز على المعلومة دي. طيب فيها اي تركات؟ لا، هي بس حكاية just now بتاعت الماضي البسيط. طيب نكمل مع بعض يا رجالة. تالت حاجة عندي ودي مهمة جدا وبتيجي في الامتحانات، كلمة اسمها yet. yet يعني حتى الآن. دايما يت هتيجي لك في نهاية السؤال أو في نهاية الجملة المنفية. أحلى حاجة في يت إنها بتيجي في الآخر بس. ركز، أنا بقول لك حاجات عشان تحفظها. يت بتيجي يا إما في نهاية السؤال يا إما في نهاية الجملة المنفية. طب ليه بتيجي كده؟ يت يا رجالة معناها حتى الآن، اللي هي لغاية دلوقتي يعني. فأنا لما أقول لك مثلا السؤال أهو has علي finished his homework yet، معناها هل علي خلص واجبه لغاية دلوقتي؟ هل علي حتى الآن أنهى واجبه؟ فده سؤال، أنا بسأل مش بستعجب. لاحظ انا بقول لك بدون دهشه، لان لو في اميزنج هنا تتحول لاوريدي، لكن بدون دهشه تسال بيد. طب ناخدها كده كنفي بقى، وهي بتيجي في النفي كتير. علي hasn't finished his homework yet، معناها ايه؟ ان علي لم ينهي واجبه حتى الان. فلاحظ كده تاني وهقول بالراحه. قلنا اول حاجه ان yet بتيجي في نهايه السؤال، yet بتيجي في نهايه الجمله المنفيه. وركز لازم يكون عندك النفي. في نفي يا رجاله في yet، مفيش نفي مفيش yet في الاخر. طيب بعد كده عندي كلمتين مهمين جدا، كلمة ever و never. وخلي بالك من الكلمتين دول بيجوا في الامتحانات كتير. أول كلمة عندي اللي هي كلمة ever. أول حاجة إنها بتستخدم في السؤال عن الخبرات السابقة. السؤال عن الخبرات السابقة. طب حد بيقول لي يعني إيه سؤال يا مستر؟ يعني حضرتك هتلاقي الجملة منتهية بسؤال. طيب have you ever traveled by plane؟ لاحظ هنا إن إحنا استخدمنا مضارع تام عشان ever. لاحظ حاجة كمان إن إحنا استخدمنا كلمة ever في السؤال. يبقى أنا عندي ملحوظة مهمة، ever بتيجي في السؤال. طب معناها إيه؟ ممكن نقول عليها مثلا هل أنت عمرك سافرت بالطيارة؟ هي معناها سبق لك. هل سبق لك إنك أنت ركبت الطيارة؟ فأنت هنا بتسأل عن خبرة سابقة. طيب عندي ملحوظة مهمة جدا، بيقول لي إن ever كمان مش بس هتيجي في السؤال، ده ممكن تيجي في صيغة التفضيل. جملة عادية جدا بس بشرط إنها تبقى جملة تفضيل. طب يعني إيه الكلام ده؟ هنا مثال بيقول لك إن رونالدو is the best player، يعني رونالدو بيكون أفضل لاعب. وبعدين بيقول لك I have ever seen. لاحظ هنا إن أنت قلت have ever seen، أنا شفته في حياتي. طبعا الناس طبعا هتعترض، الناس بتحب ميسي، ولكن اللي أنت عايزه بقى هو رونالدو. المثال بيقول إن رونالدو هو أفضل لاعب، وبعدين بيقول لك أنا شفته في حياتي. طيب بعد كده عندي كلمة never اللي هي معناها أبدا أو معناها لا. ترجمها لا عادي جدا، بتستخدم مع النفي بمعنى أبدا أو لا عشان تعرف ترجمها، هو أو مطلقا يعني. طيب بتيجي مع المقارنة والنفي. يبقى تاني بالراحة، ever بتيجي في السؤال والتفضيل، أما never بتيجي في المقارنة والنفي. يبقى هنا بيقول I have never seen a car faster than this one، يعني بيقول لك إن أنا ما شفتش عربية أسرع من دي. لاحظ إن أنا استخدمت never عشان أنفي، لأن في هنا مقارنة. طيب وبتيجي طبعا في جملة النفي، هي بقى بتيجي مكان haven't، هي بتيجي النفي. فأقول لك I have never معناها إن أنا ما شفتش الحاجة دي. طيب عندنا كمان كلمات زي كلمة lately و so far و recently و up till now، برضه بتدل على المضارع التام. ولكن المجموعة اللي فوق دي اللي هي already و just و yet و ever و never زائد since و for هناخدهم دلوقتي. المجموعة دي هي أهم جزئية بتيجي في الأسئلة، تحفظها من المذكرة زي ما هي موجودة كده. كلمة already مطلوب منك تعرف مكانها فين، موقعها فين في الجملة، وإنها بتيجي في الإثبات مش في النفي. طب ليها حالة واحدة في السؤال إذا كان عندها شا. طيب كلمة just بتيجي زي already ما بين have و has والتصريف الثالث، وبتيجي برضه في الجملة المثبتة بس ما تجيش في النفي. كلمة yet بتيجي في مكانين، أو في مكان واحد هو آخر الجملة، ولكنها بتيجي في جملتين، آخر الجملة السؤال، آخر السؤال وآخر الجملة المنفية. وآخر حاجة ever و never، برضه ever بتيجي في السؤال أو جملة تفضيل، و never بتيجي في تفيد النفي أو جملة مقارنة. طيب فاضل عندك كده كلمتين، كلمة since وكلمة for. طيب يعني ايه since ويعني ايه for؟ عندك since بمعنى منذ وfor بمعنى لمدة. أهم حاجة تركز فيها إن since بيجي وراها بداية حدث، أما for بيجي وراها المدة اللي استغرقها الحدث. طب أفهم ده إزاي في الامتحان؟ خلينا نمسك أول كلمة وهي كلمة since. since معناها منذ، بيجي بعدها نقطة بداية الحدث. ركز كده، يعني ايه نقطة بداية الحدث؟ نعرفها إزاي؟
هيجيب لك اسم الحدث نفسه مش مدته، المدة يبقى فور، لكن نقطة البداية هي كأني بقول مثلا منذ يوم الاثنين اللي فات. يوم الاثنين ده كان من 3 أيام. هل أنا ذكرت المدة ولا أنا بقول لك منذ يوم الاثنين؟ منذ يوم الاثنين. طب أمال أذكر المدة إزاي؟ إن أنا أقول لك منذ 3 أيام. أنت كده بتروح لفور. فمن الآخر كده لما تلاقي اسم الحاجة اسم اليوم زي مثلا أي يوم من أيام الأسبوع بقى زي سانداي مونداي على طول بيجي قبله سينس. طيب اسم الشهر يعني إنك تقول لي مثلا مانداي ده قلنا سينس. شهر ابريل اللي هو ابريل مثلا برضو ده اسم الشهر بقول لك منذ ابريل اللي فات. يبقى انا هنا بتكلم عن المده ولا عن بدايه الحدث؟ بدايه الحدث منذ الشهر، منذ بدايه الشهر. طيب برضو نفس الكلام السنه 2010. انت اي سنه يجي قبلها سنس وبتدل على المضارع التام، بتدل على المضارع الايه التام. منذ سنه 2010 انا ما جبتش المده، ما اعرفش كام سنه، ولكن انا جبت بدايه الحدث. اتفقنا؟ تمام. طيب زي مثلا ما بابا يسيبك في البيت ويقول لك اقعد ذاكر ويطلع مثلا مشوار ويرجع، فبيقول لك انت ذاكرت، فانت بتقول له انا بذاكر من الساعه 5. طب احنا عرفنا انت ذاكرت قد ايه؟ لا انت بس قلت منذ الساعه 5. طب لو عايز تجيب مده هتقول والله ده انا بذاكر بقالي ساعتين. عشان كده بقى كلمه فور، كلمه فور اللي قدامك دي ركز معايا في فور. فور بقى هنسميها اسم لوحده كده وهنترجمها بنفس الاسم اللي هو بقالي. شفت كلمة بقالي دي حلوة قوي؟ بقالي ساعتين، بقالي 3 ساعات. فالكلمة دي هتسهل لك الموضوع. لو لقيتها ماشية معاك بقالي يبقى فور. طب ازاي يعني؟ ناخد مثال هنا. هنا بنقول he has، مثال فوق اهو، he has been at this school since 2012. يعني بيقول لك ان انا في المدرسة دي منذ 2012. ينفع هنا تقول بقالي 2012؟ ما ينفعش. طب ناخد المثال بقى بتاع بقالي بتاع فور. I have lived in Sinai for 15 years. هنا بقى بص بقى بيقول لك ايه. انا عشت في سيناء بقالي، او انا عايش بقى في سيناء بقالي 15 سنة. تنفع. انا هنا مش جبت اسم السنة، ما جبتش 2010 ولا 2011، لا انا هنا جبت المده نفسها اللي هو 15 سنه. عشان كده انت ترجم بقى بقالي يبقى فور. تمام كده؟ وطبعا الجدول ده موجود عندك لازم تحفظه، لازم تحفظه. في راي تاني بيقول لك بص دايما فور هيجي وراها حاجه يا اما مفرد يعني قبلها زي ويك، اير، ان اور، ماشي، يسبقها او ان، او انها تبقى جمع زي 2 years 10 يسبقها رقم وبعدين جمع 3 weeks وهكذا. طبعا انت بقى ترجم بقى كلمة بقالي وشوفها صح ولا غلط. طيب اخر حاجة عندي شوية ملاحظات. انت كده خلصت المضارع التام بالكي ووردز بتاعته. الملاحظات المهمة عندي كلمة have been to و has gone to. ركز كده في الكلمتين دول. بص يا سيدي، have been to بترجمها كان في مكان ورجع منه، كان في مكان ورجع منه. طيب انا عايز احفظها، كان في مكان ورجع منه. طيب هي اصلا بين التصريف التالت من بي يعني يكون. فلما اقول لك هاف بين تو ترجمها انه كان هناك ورجع. هو لما انت تقول كان هناك افهم انه ايه؟ انه رجع. اما بقى هاز جون تو هنترجمها انه ذهب الى مكان. ترجم بنفس اللي انا كاتبه ده، ذهب الى مكان. طب لما هو ذهب لمكان ده معناه انه رجع؟ لا، يبقى ذهب الى مكان ولم يعد. خلي بالك ما زال هناك. طب انا اعرفها ازاي يا مستر؟ من الترجمه. اقرا المثال ده وانت هترجم لوحدك. انا بقول لك ماي فازر اعتبره بقول لك نقط. انا ما اعرفش has gone ولا has been. my father not to Paris. بيقول لك ان بابا عايز يقول لك انه كان في باريس ورجع ولا لسه في باريس. الجمله الثانيه اللي هتبين لك، بص على الجمله الثانيه بقول لك he will come back next week. هو هيرجع لسه الاسبوع الايه اللي جاي. معنى كده انه هناك، فعشان كده تستخدم gone to اللي هو راح ولسه ما جاش. طب لو كان رجع وفي حاجه بتقول لي انه رجع كنت استخدمت been to وترجمها كان هناك ورجع. اتفقنا؟ يبقى انت كده خلصت من have been to وهاز جون تو. ذاكرها من الورق ده. طب اخر حاجه يا مستر، ما انا عندي حاجه اسمها هاف او هاز بين ان وبتلخبطني ولا تلخبطك ولا اي حاجه. بص يا سيدي، بين ان دي معناها انه قاعد في المكان ده، يعني ملهاش علاقه بانه راح ورجع او راح ولسه ما رجعش. دايما هتلاقي مركز هنا على الاقامه، مده الاقامه. يعني لما اقول لك ماي فازر هاز بين ان باريس بيقول لك ان بابا في باريس لمده 10 سنين، بيبقى في باريس لمده 10 سنين، ولا قال لك انه راح ولا قال لك انه رجع. خلاص دي فتره اقامه هناك. طيب اخر حاجه ودي اهم حاجه بقى، عندي هنا حاجه اسمها اي رابط زمني. بص كده معايا، الرابط الزمني. ايه الرابط الزمنيه؟ لسه واخدينها في الوحده اللي فاتت. اي رابط زمني زي as soon as وهكذا. الرابط الزمنيه مالها؟ قال لك الرابط الزمني ده لو جاي قبله مستقبل، سواء بقى كان مستقبل تام، ركز كده، يعني كان مستقبل بسيط اللي هو will والمصدر، او مستقبل تام او مستقبل مستمر او is going to، اي شكل من اشكال المستقبل. فالناحيه الثانيه ممكن انت تختار على طول مضارع تام، ده اول حاجه. فالمضارع التام بستخدمه لو في رابط زمني معاه مستقبل عادي جدا، وانا قلت الكلام ده في الوحده اللي فاتت.
لما قلت لك في الروابط المستقبليه will والمصدر يبقى هناك يا مضارع بسيط يا مضارع تام. القاعده بتقول لو في رابط زمني قبل مستقبل بعده مضارع تام. والمثال عندك اهو as soon as، انت هتشوف as soon as في الامتحان هتتلخبط، هتقول لي طب ما دي بيجي بعدها ماضي تام خدتها في الوحده الاولى. اقول لك خلي بالك هنا في will والمصدر، فانت هتروح للاختيارات وتختار اي مضارع موجود من الثلاثه دول. السؤال اللي بيجي في بالك هو مش ممكن يجيب لي الثلاثه؟ لا مش هيجيبهم لك، هو يا اما يجيب لك مضارع تام يا اما مضارع بسيط يا اما مضارع مستمر. احنا عرفنا كده ان المضارع المستمر يستخدم مع الروابط الزمنيه اذا كان قبل الرابط مستقبل. تمام كده واضحه؟ طيب اخر معلومه برضو خاصه بكلمه سنس. سنس بقى ليها استخدام مهم جدا في المضارع التام. اهم حاجه ان سنس بيجي بعدها ماضي بسيط. تاني كده وبالراحه الحته دي، سنس يا شباب لما بتستخدم مع المضارع التام بيجي قبلها جمله مضارع تام بعدها ماضي بسيط. افهم دي بالراحه. تاني، قبلها هاف وهاز وتصريف تالت، وبعدين سنس الجمله اللي بعد سنس تجيبها ماضي بسيط. ماضي بسيط. تمام، ناخد مثال على الكلام ده. بص هنا بيقول لك ايه، I haven't seen احمد. انا ما شفتش احمد، خلي بالك دي نفي. since منذ اللي يجي بعدها زمن ماضي بسيط، اللي جه قبلها مضارع تام هي دلت على المضارع التام، ولكن الجمله اللي بعدها بتكون ماضي بسيط. فاقول لك since he traveled to Alex. طيب ليها قاعده كمان بيقول لك it's has been مده زمنيه خلاص يجي بعدها since ماضي بسيط. برضو نفس الكلام فاعل بعدين last ماضي بسيط. تمام، وسنس كمان يجي بعدها ماضي بسيط. يعني عايز تقول لي لو جه last يبقى since قبلها ماضي بسيط وبعدها ماضي بسيط. طيب اخر ملحوظه بقول لك خلي بالك ان since then بقى دي بيجي قبلها ماضي بسيط وبعدها مضارع تام. سؤال مهم كده، since دايما كان بيجي قبلها مضارع تام وبعدها ماضي بسيط، اهو المثال اللي فوق. امتى since يجي بعدها المضارع التام وقبلها ماضي بسيط؟ لو جاب لي since then. since then